الأخوان السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناتنا الجديدة التي أسميناها الفارس الذهبي. من دخل لهذه القناة ندعوه للاشتراك فيها لأننا نطرح الفيديوهات بشكل متتالي ويومي، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر لايك. ما قصة إعادة العلاقات بين المغرب وتونس؟ وما حقيقة وفاة شنقريحة؟ نحن نعلم وسمعنا أنه تم نقله بالآونة الأخيرة إلى ألمانيا. بالبداية أهلا وسهلا بالجميع بهذه القناة الجديدة، فادعمونا بالاشتراك من أجل أن نبقى على التواصل، لأن الخوارزمية بالآونة الأخيرة باتت تمنعنا من طرح الفيديوهات، فساعدونا من أجل الاستمرارية. وشكرا من القلب. قناتنا الجديدة ندعوكم إليها من القلب. دعونا نبتدئ على الفور بوفاة شنقريحة. هل شنقريحة توفي كما يأتي من الذباب الإلكتروني الجزائري؟ حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري تحت عنوان وفاة شنقريحة. إن كان شنقريحة توفي بالفعل، لماذا الإعلام الجزائري الرسمي ولماذا الجزائر لم تصدر أي تقرير أو بلاغ لحدود الساعة؟ إذن هناك أكذوبة. لماذا هذه الأكذوبة يتم نشرها الآن؟ من أجل التغطية على موضوع الحافلة. تخيلوا الذي نقوله. ألم نقل بالفيديو الأول أن السلطات الجزائرية منعوا 3 قنوات تلفزيونية جزائرية من البث بعد أن سلطوا الضوء على موضوع الحافلة؟ الآن يريدون تسليط الضوء على أمور أخرى بعيدا عن أمور الحافلة، خصيصا أن موضوع الحافلة بات فضيحة كبيرة. كيف الجزائر التي تدعي أنها القوة الضاربة وحافلاتها مهترئة؟ تبون الذي يذهب من أجل عقد صفقات أسلحة، لماذا لا يشتري الحافلات من أجل الشعب الجزائري؟ وهذا السؤال ذاته وجه أيام الحرائق. طائرات كنادير لحدود الساعة، الجزائر لا تملك أي طائرة. هل هناك مال بالجزائر؟ نعم. لماذا لا يشترون طائرات لإطفاء الحرائق؟ لأنهم يشترون الأسلحة. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. من أجل ذلك الجزائر خلقت بروباغندا إعلامية تحت عنوان وفاة شنقريحة، فينا أن شنقريحة متواجد بألمانيا، ونحن نعلم لماذا أرسلوه لهناك، لأن الجزائر تعجز عن علاج الكبرنات فيرسلوهم لهناك. وتبون يقول أن الجزائر أقوى منظومة صحية بأفريقيا. لا يمكن للأكاذيب أن تبقى مستمرة، ولا بد للحقيقة أن يتم كشفها. إذن فندنا أول أكذوبة على أنها وفاة شنقريحة، بحين أن الموضوع يريدون التغطية على قصة الحافلة. ثانيا ننتقل إلى جنوب أفريقيا على الفور. جنوب أفريقيا، ما قصة قائد الجيش الجنوب أفريقي الذي توجه لإيران؟ بالفيديو الأول قلنا لكم أن جنوب أفريقيا تكلمت عن زيارة زوما، وتكلمت عن قصة العلم الذي استخدمه المغرب دون اتفاقية، في حين أن كل ذلك أكاذيب. إذن يبقى السؤال الآن، ما الذي حدث من جديد؟ قائد الجيش الجنوب أفريقي أتعلمون ماذا كان يريد من إيران؟ قد يستغرب البعض الآن كيف نتحدث بهذه الشفافية. وقعت تقارير سرية تم كشفها لأول مرة على قنوات إعلامية معارضة لنظام رامافوزا. رامافوزا يريد إدخال عناصر مرتزقة من الجيش الإيراني ضمن جيش الجنوب أفريقي. لماذا؟ من أجل حماية رامافوزا ونظامه. هذا الموضوع يذكرنا بما تفعله الجزائر، ويذكرنا بما كانت تفعله أيضا أنظمة سوريا بشار الأسد المخلوع. بعيدا عن هذا وذاك، لابد للحقيقة أن يتم كشفها ولو بعد حين. ها هو المغرب على سبيل المثال. المغرب اليوم بمساعدة إسبانيا يقاضي قيادي الجبهة الانفصالية الذين ارتكبوا جرائم بما سبق. بعد المطالب المغربية لإسبانيا بالتحقيق بالهجمات البوليسارو، بالفعل إسبانيا لبت المطالب وبدأت رسميا بترحيلهم من على أراضيها. زاد على ذلك منعهم من دخول الأراضي واعتقال المتورطين والمطالبة بإبراهيم غالي. الآن فتح باب كبير من أجل محاسبة قيادي البوليسارو على جرائمهم السابقة. ظنوا أن باب الجرائم أغلق، لا، لم يغلق،
ما زال مفتوح، وهناك حساب سوف يتلقاه من خرج عن القانون ومن ارتكب الجرائم المتعددة. ومن هذا وذاك، وبما أننا نتحدث بهذه الشفافية وهذا الأسلوب المتواصل، أتعلمون أن أحمد عطاف اليوم بزيارة إلى دول الساحل، نعم، مالي والنيجر. أحمد عطاف، لك هناك أزمة بين الجزائر ومالي، فلماذا أحمد عطاف يتوجه لهناك؟ لأن الجزائر تتخوف من ما هو قادم، خصيصا بعد الخبر الذي تم نشره. الإمارات أرسلت كولومبيين إلى مالي وفق ما تقوله الجزائر، والجزائر الآن تتحرك لعرقلة خطة الإمارات، هكذا تدعي قناة الشروق. قلق جزائري من السيناريو المفتوح. تبدي الجزائر التي تشترك بحدود برية طويلة ومعقدة مع مالي رفض شديد لهذه الخطوة، خشية أن يؤدي دخول مرتزقة أجانب إلى تغيير موازين القوى على نحو غير محسوب، وربما إلى تدفق مقاتلين أو أسلحة نحو حدود الجنوبية. الجزائر عادت واتهمت الإمارات على أنها تريد زعزعة استقرار بلادها، واشتروا مرتزقة كولومبيين وجلبوهم لمالي بما أن الحدود مشتركة مع الجزائر. والجزائر الآن تتخوف من ما هو قادم، تحت ذريعة أن الجزائر تتخوف من الإرهاب ومن هذه العمليات أن تقام على حدودها. كيف لدولة تحتضن جماعة إرهابية وحولت مخيمات تندوف إلى بؤرة من الإرهاب أن تستغرب الآن وتتفاجأ وتتخوف من ماذا؟ من مرتزقة جلبتهم الإمارات على حسب قناة الشروق. نحن نتحدث عما قالوه هم، ربما تكون بروباغندا إعلامية، أسطوانة كاذبة. منذ سنوات والجزائر تدعي أن هناك أطراف يتجسسون عليها، أي لا نستطيع تصديق الجزائر بأي كلمة كانت. خصيصا اليوم المغرب يعمل على نفوذه الواسع بالساحل بين المبادرة الأطلسية المغربية بعد فشل الاتحاد المغرب العربي، الاتحاد المغاربي. نعلم أن الاتحاد المغاربي الجزائر استهدفته بالآونة الأخيرة بعد أن جلست مع ليبيا وتونس، ونعلم جيدا أن المغرب يريد أن يفعل نقلة نوعية بتاريخ العلاقات مع الدول الساحلية والأفريقية. ليبيا التي تجالس الجزائر الآن وتعقد تكتل ثلاثي ضد اتحاد المغرب العربي، إذن ليبيا شاركت الجزائر بتلك الجريمة بإنهاء تواجد الاتحاد المغربي. والسؤال الذي يطرح الآن، هل ما زالت تونس تسير خلف الكبرنات؟ الجواب بكل اختصار لا. لماذا؟ قيس سعيد اليوم فهم جيدا أن الأبواب أمامه باتت مغلقة بشكل كامل، ومن يضع يده بيد الكبرنات لا يأخذ إلا الويلات والانتكاسات. ولذلك قيس سعيد اليوم بخطوة مفاجئة فاجأت الجميع، خطوة دبلوماسية ثقيلة نستطيع أن نقول. تونس صفعت الجزائر بقمة غانا، نعم نستطيع أن نقول ذلك وبشكل فعلي. تونس لم تعبر عن أي دعم للبوليساريو الانفصالية. والسؤال الذي يطرح، رغم أن السفراء تم سحبهم من تونس والمغرب بعد أزمة قمة تيكاد وبعد أن قام قيس سعيد باستقبال بن بطوش، هل قطعت العلاقات بين الجانبين؟ هناك أزمة بالعلاقات. هل اعترفت تونس بالبوليساريو الانفصالية؟ الجواب لا. إذن رغم القطيعة، رغم التوتر، رغم أن الجزائر تظن أن تونس ولاية تابعة لها، لحدود الساعة تونس لم تخضع للرؤية الجزائرية. ولا ننسى أن غانا دعمت الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وعليه مجرد أن نرى تونس تضع يدها بيد غانا التي اعتبرت أن مخطط الحكم الذاتي التي تقدمه المملكة المغربية بمثابة الأساس الواقعي والدائم والوحيد من أجل حل مقبول من الأطراف لقضية الصحراء أنه هو الحل الرسمي والواقعي. إذن تونس بدأت رسميا ببوادر إعادة علاقاتها مع المملكة المغربية. المغرب ماذا يريد؟ ماذا يريد المغرب؟ كما قالها جلالة الملك محمد السادس، من يريد علاقات وطيدة معنا فعليه أن يسير وفق رؤية
مغربية الصحراء. الصحراء هي النظارة التي يرى بها المغرب العالم. لذلك نقولها الآن بكل تأكيد: لن تستطيع الجزائر أن تؤثر على أي موقف بعد اليوم، خصيصا أن الدول باتت تعلم جيدا خلفيات العداء الجزائري. موريتانيا أعلنت بالآونة الأخيرة عن إنشاء معبر جديد مع المملكة المغربية. إذن موريتانيا هي الأخرى تريد الخروج من هذا الحياد السلبي. موريتانيا اليوم تتخذ خطوات ثابتة باتجاه المغرب بعيدا عن الرؤية الجزائرية، وتونس ذات الشيء. من المنتظر الآن وفق محللين دخلوا على الخط ورأوا ماذا فعلت تونس أن يتم فتح بوادر وقنوات تواصل بين البلدين، وربما يتطور الموضوع لإعادة السفراء، وحينها على ما يبدو نستطيع أن نقول أنه تم إعادة العلاقات بين المغرب وتونس. المغرب ليس لديه أي مشكلة مع تونس، فقط توجه قيس سعيد العدائي بعد أن وضع يده بيد تبون وأصبح كبران تونسي منذ مدة. منصف المرزوقي كان يدعو تونس للابتعاد عن اتخاذ أي موقف فعلي بقضية الصحراء المغربية. تونس عليها أن تلتزم الحياد. كان على تونس أن تعرض وساطة بين البلدين، وليس تنحاز لصالح الجزائر من أجل قيس سعيد أن يبقى على رأس السلطة. يظن هكذا، لكن قيس سعيد بعد أن رأى الكبرنات يتساقطون واحد تلو الآخر، شنقريحة في المشفى وتابون مختفي عن الأنظار بعد سقوط الحافلة التي أدت إلى وفاة أكثر من 18 جزائري. إذن الوضع بالجزائر خرج عن السيطرة، خصيصا أن هناك دعوات للحراك بالبلاد. لذلك قاموا بمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين لكي لا تتحول لمطالب شعبية بالتغيير. ضربة نوعية استباقية بعودة العلاقات المغربية التونسية إن فعلا كانت تونس تسير بخطى ثابتة نحو المملكة المغربية. ونقولها دائما ونعيدها: المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، وجلسة مجلس الأمن المرتقبة سوف تثبت لنا بالدليل القاطع من معنا ومن ضدنا، لأن المغرب لا يحب سياسة النفاق. إما تقف معنا وإما نعلم جيدا أن تقف بالجانب الآخر أي ضدنا. دعنا نذكر بالاشتراك بهذه القناة الجديدة من أجل أن نبقى دائما على تواصل. سلام.